السلام عليكم ورحمة الله. منزل النهاردة في المنطقة الرابعة قطاع دال، ناصية صريحة وجوه روحة انتفاع ما شاء الله. حديقة كبيرة جدا. المنزل 3 أدوار، مساحة 150 متر، 75 متر مباني و75 متر حديقة أمامية وخلفية. المنزل متشطب خارجي جديد كله سوبر لوكس، حجر مايكا ومادة. لسه التشطيب كله جديد، سيراميك الجنينة كله، تشطيب داخلي وخارجي، أول سكن. دي كده الجنينة للدور الأرضي، حديد كله فورجيه متقفل أكليريك. الدور الأرضي كله متأمن حديد. الحديقة بتاعتنا مستويين، مستوى الأول مستوى التاني ليه باب خاص وليه غرفة شواية ما شاء الله. الصرف بتاع البيت كله جديد، مفيش أي ترشيح، مفيش أي مشاكل في السباكة ما شاء الله. ليه باب خلفي على الجنينة الحق الانتفاع، طبعا ده مظبوط على الرخصة. ده كده المستوى الأول اللي هو يخص باب البيت الرئيسي. طبعا البيت فيه 4 عدادات كهرباء، عداد مية ما شاء الله. التشطيب كله على أعلى مستوى. في مدخل خاص للدور الأرضي، طبعا ده بيبقى مدخل للضيوف. والبيت معمول نظام فيلا، باب مصفح ما شاء الله تركي. الدور الأرضي متأمن كله حديد وألموتال. ريسبشن ما شاء الله، جبسن بورد، سبوت، بروفايل، ليد، طبعا بيت نور، نجف، كل حاجة ما شاء الله جديدة. تشطيب على أعلى مستوى. ألوان كلها قطيفة كمبيوتر. تفاصيل البيت محترمة جدا. ريسبشن تشطيبه يشرف. ده كده حمام للدور الأرضي، الصحي كله جديد أول استعمال. مكان سخان، حوض وش، والصحي كله جديد. ده كده المطبخ بتاعنا، مساحته كبيرة جدا ما شاء الله. متشطب رخام وحجر مايكا، معمول فيه صرف غسالة ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. ده كله خزين للمطبخ، مساحة إضافية. بيت ما شاء الله مخدوم جدا في تفاصيله. نشوف مع بعض الدور التاني. سلم ترابزين حديد ورخام درج ما شاء الله، حاجة محترمة. ألموتال البيت كله جديد، ألوان قطيفة. ده كده الدور التاني. نبتدي بالمطبخ. مطبخ صغير ممكن يتعمل رخامة أمريكاني. الحمام بتاعنا هنا كبير، معمول فيه بانيو، الصحي بتاعه كله جديد، سيراميكا فرز أول، شغله كله محترم جدا. دي كده أول غرفة، برضو متشطبة جبسن بورد، سبوتات، ليها شباكين تهوية، شباك خلفي وشباك على الحديقة الجانبية. طبعا هنشوف الفيو كله من الدور التالت. دي كده الغرفة التانية، ليها برضو تهوية على الجنينة الجانبية وعلى الحديقة الأمامية والواجهة بتاعة المنزل. ده تشطيب الغرفة التانية ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. كده غرفتين وحمام ومطبخ. دي كده البلكونة للدور التاني. الفيو بتاعك مش مجروح نهائي، كل دي مساحة خضراء مفيهاش أي مشاكل خالص. حديقة البيت كبيرة جدا.
ما شاء الله البيت من جميع الاتجاهات، الفيو بتاعه جميل جدا. نطلع مع بعض الدور التاني العلوي او الدور التالت. سلم السطح طبعا معمول بحاري علشان ما يبقاش في اي مخالفات في المنزل. ممكن طبعا نستبدله بسلم دوران، نستبدله بسلم خرسانة، مفيش اي مشاكل، اي حل موجود طالما العدادات واصلة جوه المنزل. ده كده الدور التالت. الحمام كبير جدا، ممكن نعمل فيه كابينة شاور، مكانها مرتاح، نقدر نقفلها بأقل التكاليف، سكوريت بس وتبقى اتقفلت. طبعا مساحته جميلة جدا، لأن احنا هنا كده لاغيين المطبخ بتاعنا وضمناه على مساحة الحمام. معانا دي كده أول غرفة صغيرة، برضو متقفلة سبوت وجبسن بورد. أول غرفة كده الفيو بتاعها خلفي على الحديقة الخلفية، الشواية. طبعا الطريق اللي قدامنا ده طريق 266 مدرسة تجريبي، الطريق الأوسطي، طريق يودينا على طريق الفيوم، يودينا على 6 أكتوبر. ما شاء الله طريق كبير جدا، حوالي 90 متر. دي كده الغرفة التانية، برضو السيراميكا بتاعتها كلها فرز أول. كل الشغل ده هيبان على الطبيعة طبعا. ريموتين، بسم الله. طبعا دي الغرفة التانية تطل على الحديقة الجانبية للمنزل اللي هي حق الانتفاع، بخلاف الحديقة اللي هي مظبوطة معانا مساحتها على الرخصة بتاعة المنزل. طبعا تشطيب الغرف كله جديد ما شاء الله، اي تعديل نقدر ننفذه، مفيش اي مشاكل. دي كده الغرفة التالتة. معانا الدور التالت 3 غرف، ملغيين المطبخ، عاملين حمام كبير نقدر نستغل فيه كابينة شاور. دي كده الغرفة التالتة، الفيو بتاعها على الحديقة الأمامية. نشوف الفيو بتاعه من البلكونة. طبعا البيت متقفل عشان التراب، عشان مفيش أي حاجة تبهدل الدهانات، لسه كلها النقاش خارج النهاردة، معاه فينش بسيط لسه بيخلصه. كده تشطيب الواجهة ما شاء الله، الألموتال كله جديد، اب داون، سبوت، ليد، كل حاجة جديدة، اضاءات حديثة كلها ما شاء الله. الفيو بتاع المنزل جميل جدا، موجود طبعا في جميع مناطق ابن بيتك، ال7 مناطق، دور و2 و3، فاضي ومتشطب ونص تشطيب. تحت امركم في اي وقت ان شاء الله.